شايفين شكل الكفتة حلو إزاي؟ مش هتصدقوا عملنا الكفتة دي بإيه، تعالوا وأنا أقول لكم عملناها بإيه. جبنا نُص كيلو فراخ بانيه مفرومة وعليهم حزمتين سلق، الورق بس متقطّف ومسلوق لمدة دقيقة ومعصور كويس جدًا، ما فيهمش ولا نقطة مَيّة ومتخرّطين كده حتت صغيرة، وعليهم بطاطساية وسط مسلوقة وبصلاية صغيرة، 3 فصوص توم، والتوابل معانا ملح، نُص معلقة صغيرة فلفل، نُص معلقة صغيرة بهارات، نُص معلقة صغيرة قرفة، وبيضة فيجيتار. ناخد الكلام ده كله نعجنه كويس أوي معانا، ولو لقيناه بيلزق شوية ممكن أجيب شوية مَيّة وزيت وباصبّع عادي خالص، باصبّعه كده وبعدين باحطه في الدقيق، الدقيق يكون عليه رشة بسيطة بصل باودر ورشة بسيطة توم باودر، بعد كده باقليه في الزيت. نعمل بقى الصوص طاسة معانا فيها 5 معالق كبار زيت ومعلقة صغيرة توم مفروم، باقلبه كده لحد ريحة التوم الحلوة كده ما تطلع ويصفر يبقى لونه دهبي معايا، وبانزل عليه بمعلقة كبيرة صلصة وكوبايتين عصير طماطم، باسيبه يتسبك كده حاجة بسيطة مش كتير، وعليه رشة ملح وفلفل. خلاص باخد بقى الصوص الحلو ده باصبه في طبق التقديم وبارص الكفتة، بارصها كده بالشكل الحلو ده وباحط فوق الوش رشة بقدونس. كفتة حلوة جدًا موفرة جدًا، عايزة أقول لكم الكفتة في الوصفة دي عملت معايا 20 كفتاية تحفة، طعمها أكتر من رائع.